الأهلي رسميا يصرف النظر عن صفقة محمد علي بن رمضان. أزمة عبد المنعم مع المنتخب وإيه حقيقة الموضوع، وخلاف ما بين لجنة التخطيط ومارسيل كولر بسبب لعيب محلي. وكمان الصفقة المخطوفة من النادي الأهلي، الصفقة اللي انفرد بها نادي الزمالك، المهاجم الجديد رسميا هيتم الإعلان عنها خلاص النهاردة وتم كل حاجة فيها. اهلا بيكم في استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقبل ما نبتدي حلقتنا ما تنساش تصلي على خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاه وافضل السلام، وتعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في استوديو الكوره تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. محمد علي بن رمضان بعد تفاصيل كتيرة وحاجات كتيرة، أهمها تعديل أولويات النادي الأهلي بعد ما حسم صفقة عمر الساعي واقتناع كولر بالصفقة. عدل أولوياته، بمعنى إيه عدل أولوياته؟ دلوقتي النادي الأهلي أولويته بقت جناح وراس حرب، ما بقاش اولويته في خط النص اللي عنده تخمه حاليا في اللعيبه فيه. لو هنيجي نعد خط الوسط، عندك امام عاشور، عندك قفشه، عمرو السوليه، عمر الساعي، كريم ندفد، اكرم توفيق، كوكا، مروان عطيه. بتتكلم في 8 لعيبه ما شاء الله، غير ابو الخير والناشئين. يعني انت عندك زحمه ما شاء الله، الله اكبر، في نص الملعب زي الفل. طيب ده يقلل ان هو كانت هتبقى صفقه سوبر؟ لا، ما يقللش تماما، بس الاولويات وترتيبتها وضيق الوقت اللي حصل. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لو ما تمتش 3/9 مش هتتم، وده حقيقي. خلاص 3/9 عدى، فالصفقه مش هتتم تماما وانتهينا من المشكله دي. طيب نيجي بجمله الفضايح الجميله، الفضايح المستمره وسوء الاداره والتنظيم الاداري من جهاز منتخب مصر. باختصار، في ازمه عبد المنعم، عشان ما اطولش عليك، عبد المنعم لغايه دلوقتي ما وصلش مصر عشان ينضم لمعسكر المنتخب. انت بتتكلم مع نادي اوروبي يعني يفهم في الاجراءات كويس وما بيتعاملش الا بورق واجراءات رسميه. طيب اللي حصل ايه؟ باختصار ان عبد المنعم بيلعب في نادي نيس الفرنسي حاليا. في نادي نيس عشان يبعت لك اللاعب لازم حضرتك تبعت خطاب رسمي للنادي لاستدعائه للمعسكر المنتخب بتاعك قبلها ب 15 يوم. طبعا ده ما تمش. ليه؟ لان الصفقه تمت متاخر، وبرضه المسؤولين في التنسيق في الجهاز الاداري لمنتخب مصر واتحاد الكوره لا يعلمون الاجراءات، يعني ماشيين على الله. بيكلموا النادي قال لهم ايه التفاصيل؟ بتكلمونا على ايه؟ انا اللعيب لسه منضم وما عنديش اي حاجه رسميه ولا ايميلات ولا خطابات جايه من الاتحاد المصري ان هو بيطلب اللاعب. وبعدين احنا اللاعب عندنا مؤتمر النهارده لتقديمه، يوم الاربعاء لتقديمه، وعندنا عايزين اللاعب نستغل توقف الدوري ده عشان يعمل فتره تاهيل ومعايشه عشان ياخد على الاجواء. المهم محمد عبد المنعم طبعا ضغط واتكلم مع ناديه الراجل المحترم، وحرفيا عبد المنعم هيوصل النهارده في اخر طياره بالليل عشان ينضم لمعسكر المنتخب بعد ما طلب تاجيل المؤتمر الرسمي بتاعه لتقديمه في النادي، والنادي وافق احتراما لرغبه عبد المنعم. بس ده يرجع لك برضه على نفس نقط سوء التنظيم والمشاكل اللي كانت بتتم على يعني الفتره اللي فاتت كلها في المنتخب. يعني اول مشاكل ابتدت مع محمد صلاح برضه بسبب سوء تنظيم وسوء تعامل من الكابتن ابراهيم حسن. بعديها مرموش قال لك مرموش لا مصاب ولا هيعمل عمليه واتصلنا بالنادي والنادي ولا قال لك مرموش مش مصاب، والراجل بعدها نزل صوره الجراحه مع مسؤولين النادي معاه وكذبهم. يعني الكلام باين قوي، دي مش انديه ولا بتتعامل مع لعيبه مع الدوري المصري هتضغط عليهم باي اسلوب عشان تجيب منهم اللعيبه بدري متاخر. بتتعامل مع انديه اوروبيه وانت عارف اللوائح، فما تمشيش مع الانديه دي الا باللوائح. فالكابتن ابراهيم قال لك هنصعد وطلب التصعيد ومش كذا، وفي الاخر النهارده رجع في كلامه وقال لك اتحاد الكره هو اللي اتصرف في الموضوع، ان الغلط واضح وبين في الموضوع فيه. طيب في خلاف ما بين لجنه التخطيط في النادي الاهلي ومارسيل كولر على لعيب. الفكره كلها ان لجنه التخطيط مقتنعه تماما بزيكو لاعب زاد، تمام، على العكس كولر مش مقتنع باللعيب، وبالتالي الاولويه لكولر. بس في خلاف وتناقش قوي وعرضه كمان عليه البنوبي. بس حقيقه الامر يعني على فكره كل التداولات دي لسه جوه جدار النادي الاهلي. يعني نادي زد لو كلمته هيقول لك ما فيش حد كلمني من النادي الاهلي على اي لعيب. انما كل التفاصيل دلوقتي لجنه التخطيط في اجتماعات مستمره عشان تحل وتحسم ملف التعاقدات. نادي الزمالك فاجئ الكل بصفقتين من نار، بوبنزا، وخطف من النادي الاهلي عمر فرج، اللي بالمناسبه ان عمر فرج خلاص العقد ب1,100,000 دولار. عقد هيدفع على 3 اقساط، اللعيب مضى 3 سنين، حق عقد بيع 15% نادي 15% لصالح نادي اي كي السويدي. اللعيب موجود، مهاجم محترم، النادي الاهلي كان بيفاوض عليه وخطفه نادي الزمالك في اخر الاوقات او في تراجع وتضارب القرارات ما بين لجنه التخطيط والاداره في النادي الاهلي، وانفرد باللعيب والاعلان الرسمي عن الصفقه النهارده.
نرجع بقى لموضوعنا. كولر مش مقتنع باللاعبين سواء زيكو او البنوبي، ومش على اتم اقتناعه بالموضوع، وطالب مهاجم اجنبي وجناح اجنبي او مهاجم قوي مصري وجناح اجنبي، مش فارق معاه، بس عايز يحل ازمه المركزين دول وبسرعه عشان يحل الموضوع. فبالتالي لجنه التخطيط في انعقاد مستمر لحين انهاء الانتقالات قبل يوم 12. ده قولا واحدا اللي حاصل في النادي الاهلي. انضمت بقى اللعيبه للتدريبات عمر الساعي وعطيه الله، واللعيبه ما شاء الله مستواها مبشر وادائها كويس، والنادي الاهلي دلوقتي بيفلتر وبيغربل الدنيا عنده باللعيبه اللي عايز يديها استغنى بيديها، واللي بيطلعها اعارات، وبيرتب كروته واولوياته عشان الفتره الجايه. طيب ايه الجديد في المواضيع؟ الجديد في المواضيع ان النادي الاهلي خلاص هو دلوقتي حدد اولوياته في صفقتين. النادي الاهلي دلوقتي بيدور على صفقتين، جناح ومهاجم. دول الصفقتين النادي الاهلي خلاص حرفيا كل تركيزه هيبقى رايح فيهم الفتره الجايه عشان يخلص الموضوع قبل السوبر. نادي الزمالك مستمر في التعاقدات وبيبتدى يتكلم في اكتر من صفقه. اتكلم مع صديق اجوله من سيراميكا، بس سيراميكا طلع اذكياء جدا وخلصوا الصفقه مع بيراميدز بصفقه قياسيه صراحه. هياخدوا بوبو، وهياخدوا يوسف اسامه نبيه، وهياخدوا فخري لقاي، وهياخدوا عبد الغني، وكمان كل ده وهياخدوا 15 مليون في يوم. يعني انت بتتكلم كانهم خلصوه 3 مليون دولار مثلا، رقم فلكي. يعني زكاوى مش طبيعيه من اداره سيراميكا. في نفس الوقت بيراميدز مش فارق معاه، احنا كلنا عارفين. فالصفقه رسميا بقت لبيراميدز مش للزمالك ولا للاهلي ولا اي حد، رغم ان اجوله اتعرض الكلام عليه في لجنه التخطيط، بس الموضوع توقف عند لحد كده. يعني مفيش حاجه تمت، والصفقه خلاص رسميا هيتم الاعلان عنها. دلوقتي النادي الاهلي حرفيا في مأزق. انا شايف الموضوع من الناحيه ديت. النادي الاهلي محتاج يسرع خطواته اكبر من كده، لان نادي الزمالك مستمر في التعاقدات ويبتدي يتكلم مع اكتر لعيب من اكتر من صفقه. اتكلموا مع محمود جهاد من فاركو طلب 25 مليون، ولسه في كلام كتير واحداث كتيره هتتم في الميركاتو بسرعه. ونادي الزمالك في دعم رهيب حاصل له، مش فاهمين القصه ايه صراحه. ممكن يكون دعم من رجال الاعمال، بس نادي الزمالك واخد سكته خلاص، والامور يعني بيسابق الزمن عشان يخلص تعاقدات كتيره وبسرعه قبل ما يحصل اي ازمات في القيد مره ثانيه. منتخب مصر خلاص ماتشه اللي جاي على استاد القاهره يوم 6/9 مع كاب فيردي. منتخب صعب على فكره، منتخب مش سهل، محتاج يعني ماتش تكتيكي من الدرجه الاولى. لعيبتك كلها تبقى فايقه، المدير الفني الكابتن حسام حسن يبقى جاهز تماما الماتش ده دي البدايه. الموضوع مهم قوي. ورابط سوانا على طول هتلعب يوم 10، فما فيش وقت. عبد المنعم خلاص، عبد المنعم النهارده او بكره الصبح هتلاقوه في معسكر المنتخب تمام. بس الامور الاداريه لازم تتم وتتنسق بقى شكل احسن من كده وافضل من كده. هل هيتم جديد في ملف تعاقدات النادي الاهلي وتحديثات بخلاف المركزين دول؟ ما اعتقدش. ده المجمل العام. نادي الزمالك هيدعم اكتر من المركز، ولسه صفقات ولسه ماشيه وفيها تفاصيل وكلام كتير. في ازمه لمحمود الزنفولي اللي كان معار للنادي الاهلي، حارس مرمى نادي الداخليه، وتوقيعه الناديين توقع للنادي غزل المحله ودفع الرسوم في الاتحاد المصري لكره القدم، وكمان وقع لحرس الحدود، وشكلنا هتخش في ازمه كبيره للزنفولي الفتره الجايه، لان دي حاجه مش كويسه تماما ومش طبيعيه، ومن الحاجات اللي بتسبب في ايقاف اللعيبه. فانت مش حمل الكلام ده، واعتقد الامور لازم تتحل بسلاسه والامور تحسم بشكل كويس عشان ما يتضررش الزنفولي في الامر، ولازم يحصل تسويه مع نادي غزل المحله. في نهايه الحلقه اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.